بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمولات. مبدئيا قبل ما نبدأ في الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد عن العملات القديمة وأسعارها. خمسات البنك الأهلي المصري. خمسات البنك الأهلي المصري حالة اهي، ده الظهر بتاعها. الظهر كله شبه بعض. دول تلات إصدارات مختلفين. إصدار 58 و59 و60. تلات إصدارات مختلفين عن بعض. إصدار سنة 58 وإصدار سنة 59 وإصدار سنة 60. والتلاتة حالة رديئة، حالة وسط، حالة مقبولة. رديئة، وسط، مقبولة. كل حالة ولها سعرها. الحالة الرديئة دي اللي قدامك دي هتعمل 80 جنيه. 80 جنيه. الحالة الرديئة دي هتعمل 80 جنيه. الحالة الوسط دي هتعمل 120 جنيه. 120 جنيه. الحالة العالية دي هتعمل 200 جنيه. فدي تعمل 200 جنيه عشان حالتها طبعا أعلى من الاتنين الأولانيين. قلنا دي 80 جنيه، قلنا دي 120 جنيه، قلنا دي 200 جنيه. ولو في بقى رقم مميز بقى ولا الكلام ده كله طبعا سعرها يعلى. الحالة بقى الأنصر اللي هي الزيرو ما اتلمستش تعمل 500 جنيه. ولو رقم مميز تعدى عن 500 جنيه. كل حالة ولها سعرها. كل حالة ولها سعرها. ودايما أي حاجة مكتوب عليها البنك الأهلي المصري سعرها بيبقى غالي. أي حاجة مكتوب عليها البنك الأهلي سعرها بيبقى غالي. أي حاجة مكتوب عليها البنك المركزي سعرها بيبقى قليل. عشان البنك المركزي ده موجود منه كتير. البنك الأهلي ده بيبقى العدد فيه قليل. بيبقى مش في الحاجات بتاعته بتبقى قليلة ونادرة. فأنت لو معاك أي حاجة البنك الأهلي سعرها بيبقى غالي. البنك المركزي سعرها دايما بيبقى رخيص. أماكن البيع والشراء معروفة. أماكن البيع والشراء معروفة. جروبات الفيسبوك والأسواق اللي موجودة في المحافظات والمواقع زي إيباي وأمازون وعلي بابا والناس دي الكلام ده. متنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.